السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وأكلمكم النهاردة عن سر زواج وطلاق الفنانة صباح وأنور منسي. تزوجت الشحرورة صباح من أنور منسي عام 1953، وبعد خلافات كبيرة بينهم تم الطلاق للمرة الأولى عام 55، ثم عادوا إلى بعضهما وتزوجا مرة ثانية في عام 1955. وبعد عودة الخلافات بينهما وقع الطلاق الثاني والنهائي من صباح وأنور منسي. وأنور منسي هو عازف الكمان الشهير، والذي كان من كثرة شهرته أن كان المنتجين يظهرونه في أفلامهم وهو يعزف على الكمان، فظهر في أفلام لمحمد عبد الوهاب وليلى مراد ومحمد فوزي وصباح، وهو في الوقت ذاته والد هويدا ابن الصباح. ويذكر أنه في إحدى الحفلات لكوكب الشرق أم كلثوم كان يعزف وراءها في فرقة أم كلثوم، واسترسل فيها العزف نظرا لإعجاب الجمهور بعزفه، ولكن كان في الوقت ذاته خروجا على النص، فانهارته أم كلثوم أمام الجمهور، فغادر أنور منسي فرقتها دون عودة. وأنور منسي كان فارس ويشارك في مسابقات عالمية للخيل، وبسبب كرافتة كان أخذها من مطرب شهير في وفاته لأنها كانت شؤم عليه. ففي أحد الأيام خرج للتوجه إلى النادي في كامل رونقه وشياكته المعهودة، وكان لابس تلك الكرافتة التي كان لونها أسود وبها بعض النقوش الذهبية. فرآها أحد أصدقائه وكان يعلم بحكاية تلك الكرافتة، فقال له على الفور اقلع الكرافتة وما تلبسهاش تاني. قال له أنور منسي إيه السبب؟ قال له صديقه دي كرافتة شؤم عليك وهتجلب عليك النحس، سبق أن صاحبها الأصلي لبسها مرتين وحصلت له مصابتين في ذلك اليوم الذي لبسها فيه. فضحك أنور منسي وقال له ما تحطش في بالك الحاجات ديت، وذهب وتوجه إلى السباق. وعندما شد السرع للحصان انقلب من فوق الحصان، وعلقت القرفتة بالسرعة الخاص بالحصان، وظل الحصان يجري وأنور منسي معلق من قرفتته حتى اختنق ومات. وكانت نهاية مأساوية ومفاجئة سببت الحزن والألم الشديد لكل أصدقائه وجمهوره ومحبيه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.